السلام عليكم حبايبي، رحب بكم في فيديو جديد. واللي يحبون التشريب الأحمر العراقي هذا أحلى تشريب راح أسويه اليوم، وراح أعلمكم تركات شلون تسووه بأسهل طريقة وبأسرع وقت. تعالوا وياي حبايبي، لا تنسوني بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة بالنسبة للأخوة اللي ما مشتركين، وتفعيل جرس الاشتراك حتى يوصلكم كل ما هو جديد من القناة. ويلا بينا خلينا نبلش هسه بالمكونات وخليكم وياي. طبعا هي المكونات مالتها كلش سهلة وبسيطة. نحتاج أنا بالنسبة لي استعملت كيلو واحد لحم وياها عظم، يعني لحم بالعظم مو لحم شرح. ممكن تستعملين لحم عجل أو لحم غنم إذا تريدين، أو حتى لحم بقر، بس أنا استعملت هنا لحم العجل. هنا عندي 7 طماطايات أنا ضربتهم بالخلاط، عصرتهم صاروا على شكل عصير. استعملت كوب من الحمص منقوع ليلة كاملة. بصلة ونص إلى بصلتين متوسطة أو بصلة كبيرة مقطعة جوانح. 3 ملاعق من المعجون، معجون الطماطة. معلقة واحدة من الدهن أو السمن الحيواني، زائدا ملعقتين من الزيت، زيت نباتي أو زيت زيتون. أول شي راح أسوي، طبعا أنا راح أسوي اللحم أو التشريب كله راح أسويه بجدر الضغط، حيكون أسهل وأسرع. فأول خطوة راح نسويها، راح نقلي اللحم، نحمسه على نار عالية جدا، تحمين المادة الدهنية وتخليها تنحمس حتى تنسد المسام ولا يطلع المي مالتها. هذه الطريقة راح تحميها من الزناخة. مجرد ما أنه حمرتي اللحم على الجوانب، تضيفين البصل وتحمسيه وياه، وبعدين تضيفين المعجون، معجون الطماطة، وملعقة طعام من الملح لكل كيلو. تقلبيهم وتحمسين المعجون زين بحيث المعجون ينحمس وتطلع الريحة مالته، تطلع المواد الحافظة، راح تطلع الريحة كلش طيبة من عنده. وراح أخلي 3 إلى 4 أوراق من الغار حتى تشيلي المتبقي من الزناخة من اللحم. بالنسبة للحمص، طبعا أنا يعني بطبيعتي أنقع حمص وأخليه بالفريزر، شوكة ما أريد أستعمله أطلعه. هنا خبطتهم كلهم، خليت وياها الطماطة، عصير الطماطة، خليتها لمدة 10 دقائق تتسبك. ممكن تغطيها ممكن ما تغطيها. بعدين تخلين 3 حبات من النومي بصرة صحيحة، طبعا ماكو داعي تثقبيها ولا تكسريها. واستعملت مي، طبعا مي لازم يكون مغلي، مي ساخن، 1.25 لتر تقريبا اللي هاي الكمية. خبطتها كلها بهاي الطريقة مثل ما تشوفون. وهسه راح نخلي القبغ الغطاء عليها، تشوفون هذا جدر الضغط، خلينا على يعني نار عالية إلى أن بلش الجدر يشتغل، الصمام مالت الضغط يشتغل. أنصي أخلي على نار وسط وأخلي لمدة ساعة كاملة، وهيجي صار عندنا التشريب جاهز. طريقة جدا سهلة وعملية وبسيطة، وما تاخذ وقت، لأن يعني طبختيها بجدر الضغط، لأن إذا جدر عادي راح تاخذ ضعف الوقت هذا. طبعا أنا عندي خبز عراقي، خبز التنور العراقي، أشتري من أسواق هنا يمنى عربية. هسه راح نبلش نسوي التشريب. الأخوة العرب اللي ما يعرفون شنو هو التشريب، التشريب هو يعني بهواية دول عربية يسموه فتة، هو ينفس فكرة الفتة، يعني خبز مع المرق. بس الأخوة المصريين والشوام يستعملون الرز وياه، احنا ما نستعمل الرز، نخلي بس الخبز والمرق. فهسه بنسوي التشريب، يعني قطع الخبز تتشرب المرق، ممكن يتسوى أصفر ممكن يتسوى أحمر، احنا نحب التشريب الأحمر. بتشوفون هيجي قطعت الخبز إلى يعني هيجي قطع يعني متوسطة الحجم، وتخلين طبقة من التشريب، وبعدين ترجعين الطبقة الثانية من الخبز وتكملين الطبقات إلى أن يتصب التشريب كله. طبعا يتقدم إلى جانب الطرشي المخلل، جانب البصل، ممكن تخلين وياها سلطة، أكو ناس تقدم وياها رز أبيض. وألف عافية، إن شاء الله تكونوا عجبتكم الوصفة، جربوها كلش لذيذة وسهلة وسريعة. إن شاء الله أشوفكم فيديوهات قادمة، وأشكر متابعتكم حبايبي.